مساء الخير. مو على الجميع، بس على الناس اللي تخاف من الله، والناس الشرفاء اللي بقت شوية بنسبة 5 أو 10% عندها ضمير، والناس اللي تفتهم. أريد أحب أحكي بموضوع هاي الحقيرة، الشيطان الرجيم. يعني استغفر الله، حش خلقة الله وجه مسخ، وجهها عبارة عن مسخ بشري، يعني اللي شمرت أطفالها من الجسر. ان انتم هجيتوا عليها كلهم، طبعا كلكم بالبدايه هجيتوا، الله لا يوفقك وما ادري شنو، قاتله انت شو اسمه، انتم غالبيه 80% صايرين مثلها. مو مجتمعنا ترى وصلت بحالات يعني جدا مو حلوه. التكسيره، قطع الارزاق، النفاق، الطلاق اللي تارسل المحاكم، مفاولة المحاكم، ومفاولة بالعافية على المحامين. الجريمة، كل شيء هذا ما يخالف، كل شيء ما يخالف، بس حالتين حيل بشعات كثرت بمجتمعنا. الانتحار، وغالبية الانتحار طبعا هي جرائم قتل، ويسووها على اساس انتحار او ما جريمة شرف، او يكرهون واحد على اساس هو شانق نفسه. الغالبية هي هاي، يعني بالجريمة اذا تدرس عليها مبينه، يعني مرات بالنشر اظل اضحك، هو مبين ما مشنوق او ما شو اسمه، واللي يقول هي حرقت نفسها وهو زوجها حارقها، عمتها حارقتها، يبلوها يقولون هي حرقت نفسها. او من ضمن النساء كل تحرق نفسها، تدمر نفسها وتدمر الجنين اللي ببطنها، وتدمر حياتها، وتدمر اهلها، وتدمر امها وخواتها، وتدمر هواي ناس، يعني عوائل تدمر بسببها. ما تفكر، ما تحس على مود رجال، على مود قصة حب فشلت. رجال ما اريد اعوفه، اتطلق من عنده، عمر الطلاق ما كان عار. ما انتقم منه باساليب بشعه، اذي نفسي، احرق نفسي، او اقتل اطفالي، لا. انتقم منه بيش تنتقمين منه؟ تنتقمين منه بنجاحك، تصير انت احسن منه. انسيه، ليش تخليه على بالك؟ ليش تخليه على بالك؟ بشر ما يريدني ما اريده، بشر ما يريدك تروحين تقتلين اطفال تشغلينهم من الجسر. يعني ما اعرف والله العظيم، صار 3 ايام ما يعني حتى نفس للاكل ما اليه. يعني اقول احنا وين عايشين؟ تدرون اليوم متذابحه، اليوم ذابحت ويا واحد هيجي على السوشيال ميديا من الدول العربيه، يقول امشي ليش؟ انتم بلد الاجرام، انتم تحرقون النساء وتقتلون الاطفال، انتم صرتوا بلد الجريمه الاول، انتم ما عندكم انسانيه. احنا العراقيين ايش صرنا؟ احنا كنا نمبر 1 بالدول العربيه، ليش صرنا يصحون انتم بلد الجريمه وانتم بلد ما عندكم انسانيه وما عندكم رحمه؟ فعلا هسه داير على الاطفال يوميا طفل مقتول. ليش؟ هذاك ابو كربلاء الحرق جهاله، وهذا شلون طاق قلبك بالكنتور، وطفل عمره 2 يلوب قاتل بالكنتور، انه معلوق عليه الكنتور ومحروق. لو انت دبيتيهم بالتانكي ويحققون وياها، ما ادري، ندمت، حالة نفسية، اوي حالة نفسية. تبي عن شرف، مثاليات، وبالتعليقات الفشار اقول هاي شنو الملائكة اللي عندنا؟ معقول احنا ايش بلدنا ايش كله ملائكة؟ عمي كافي تمثيل، كافي كذب، كافي اجرام، كافي قطع ارزاق، كافي يوميا تقتلون بالاطفال. اطفال هذولا ما تريدوهم تخلفوهم ودوهم دار الايتام، وهواي ناس ما عندها اطفال تتبنى. عمي انت اللي قتلتيهم، وانت المسخ، كانش مسخ عبالك بشري، كان جبتيهم. انا والله انا ما عندي كل شيء، ما عندي انا زين. انا حتى يعني لا دادا ولا جيبين، انا اربيهم. يعني ما اعرف، مع الاسف وصل مجتمعنا هيك. بس اريد اقول سبب رئيسي اللي فشل الزواج، اللي هو الزواج المبكر. الناس اللي تشمر بناتها بس صار عمر 14 سنه، هاي صارت مرة، هاي صارت عار علينا، لازم تتزوج. حش الناس شلون؟ لو انت تقوم الدوده مالتك، شلون وحده من صديقاتك انخطبت، هو شنو هو الزواج؟ شو تسوي بالزواج انت؟ خاصة دراسه، شوفوا مستقبلك، طموحك، كملي خليلك صنعة بيدك، استفادي من عندها. شو تسوين بالزواج؟ طفلة انت
بالزواج بعدين وراه ينقلب لا عليه خدامه ويخونش لو تطيرين يعني. لو من يكتلش لو من يستحقرج. اتزوج بعمر اقصر برزنه، اختار الشخص الحقيقي. اهم شيء افكر بمستقبلي، حتى من اتزوج مسيطرة، اساعد نفسي واساعد زوجي واساعد اطفالي، مو اقتل نفسي وحياتي واقتل اطفالي واقتل زوجي. تفكك اسري، زواج مبكر، بطالة، الجريمة كثرت، مخافة الله يراويك حنطة ويبيعك شعير. ايش صرنا؟ مصالح. اهم شيء يباعون على مظهر الانسان. قبل شرخها على سمعتها، قبل هاي في شيء. انا اقرا التعليقات السخيفة، ومن اطب على صفحاتهم واعرفهم وشنو يطلعون اقذر ما خلق ربي ويدعون بالانسانية. وين الانسانية؟ الانسانية وين؟ الانسانية من واحد وسخ من بلد ما احب اذكر هذا البلد منه، يقول يمشي ليش انتم بلد الجريمة الاول، انتم مجرمين، انتم تقتلون الاطفال وتحرقون النساء ويوميا 4 5 مقتولين، عندكم واحد يقتل بالثاني. عمي حتى البوذية مو مثلنا، من شنا نشوف البوذية من يحرقون، حتى البوذية مو مثلنا، مو هالقد قاموا يموتون مثلنا، حتى البوذية ما يقتلون جهالهم مثلنا، حتى الكفرة ما يقتلون جهالهم مثلنا. وين وصلنا احنا ليا مرحلة؟ كافي نفاق وضحك على العقول وضحك حتى على الله قمنا نضحك. اذا حشيت بعد حكي زايد راح يصير مشاكل، وهاي القضية قضية رأي عام. بس يا ريت الدولة تعدم هاي المجرمة والناس اللي وراها حتى تصير عبرة لكم وحدة سخيفة وأساسا مو شريفة، لأن الشرف بهواي معايير ما إلها أي صلة بالشرف والكرامة ومخافة الله، ولا إلها أي ذرة من الإنسانية. يا ريت تنعدم. ولو بيدي سلطة والله العظيم أنا أعدمها، لو بيدي سلطة أنا أعدمها.